شنو السبب؟ واش صحبه؟ واش لا فضول؟ واش هو سيدي ياسين، هو سبحان الله العظيم الوسط اللي كنا عايشين فيه في ديك ليبوك. يعني كان الرغبه في تحقيق البطوله، الرغبه في تحقيق البطوله، والرغبه في يعني احنا كان بالنسبه لنا اي واحد ممثل ولا مغني مشهور راه بطل. فيعني كبرنا بديك الفكره، واخا يعني كان شويه الوازع الديني، ولكن كان قليل ضعيف بالمقارنه مع هذه الرغبه، وكان الشباب طيش الشباب. صح فسبحان الله العظيم تحطات هذيك الفكره ما بين عيني وخدمت لها، وكانت واحد الهمه عجيبه يا اخي. تخيل انا ربما كنت كنمشي 7 كيلومتر على رجلي باش نوصل لواحد مثلا، الله يسمح لنا ليس من باب المجاهره وانما يعني احكي ما جرى، باش نوصل لواحد الكباري مثلا ونغني فيه اغنيه واحده مجانا، وبعد حرب مع الموسيقيين، ومع العلم ان هذوك من اخبث الناس والعياذ بالله، اصحاب الكباريات. باش نغني القيجيه الله يهديهم. يا لطيف. المهم باش نغني اغنيه، وخاصه الا عرفوك ان صوتك زوين وعجبتي الناس، المنافسه. مشكله. المهم كانت واحد الهمه كبيره باش نشهر راسي، وكانت واحد التضحيات كبيره، لدرجه ان يعني الالبوم الاول خديت فيه يعني شحال ديال الفلوس، خديت فيه يمكن شي 3000 درهم ولا شي حاجه، ومن عند شبه المنتج، لان ما يمكنش نقول منتج لانه ماشي منتج، يعني انسان لا علاقه له بالفن المهم باختصار كانت واحد الهمه كبيره، وكانت واحد التضحيات كبيره في سبيل انني نتشهر. فيعني الفت اغاني ومشيت يعني كنبحث حاجه اخرى اللي الانسان خصو يعتبر منها، هي ان الدعاء، يعني انا تعلمت الدعاء من الام ديالي، وكنت كندعي الله سبحانه وتعالى، كان يا ربي نتشهر ونولي انا مغني. هذا من جهلي انا كنت كندعي الله، ودابا كنقول يا ريت الله ما استجبش لي هذاك الدعاء. فسبحان الله احيانا لما الانسان كيدعي الله سبحانه وتعالى بشي حاجه وما كيستجبش ليه الله، عرف راه فيها خير، عرف راه فيها خير كبير، رغم ان انت كيبان لك راه فيها الخير، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم وانتم لا تعلمون. سبحان هذا هو اللي كان السبب فاش دخلت لهذا الدومين. درت الالبوم الاول، لقى واحد الاستحسان، كان الصوت يعني صوت يعني كانوا شي وحدين قبل مني سبقوا انهم ذاك الصوت ديالهم لقى واحد القبول عند الناس. المنتج شاف بان الصوت ديالي كيشبه لذاك الصوت دوك الزعم. فمن بعد مني الفت ديك الاغنيه اللي تشهرت بها، عجيب يعني لما الفتها حتى واحد ما داها فيها، لا المنتج لا اصحاب الاستوديو لا السيد اللي دار معايا الموسيقى وداك الشيء بغى يدير لها واحد التوزيع اخر. انا اضطريت ان يكون توزيع غربي، يكون واحد الستيل غربي. مهم صممت انه يكون داك الشيء اللي تخيلت انا في دماغي. فلما سجلناها وجينا جيت عند الشبه المنتج، قال لي ما تبقاش تجي عندي، قال لي هذه ما اغنيه ما والو، هذا الشيء عيان اللي صيبتي ليا وضيعت فلوسي وكذا وهذه. وهو راه عاطيني اش نقول لك، الله المستعان. ما غير فسبحان الله العظيم، مني خرجت الاغنيه وحققت يعني ارباح خياليه اللي ما خديتش منهم انا درهم من دوك الارباح، ما خديتش منهم. من بعد ما يعني لما حققت جا عندي كيطلب مني المسامحه، واجي نمشيو لدوزيم، واجي نمشيو للراديو، واجي وهذه. فهذا الشيء اللي وقع خويا ياسين في الدخله. في الخرجه يعني حكايه اخرى عاوتاني. الى ممكن هذيك الحكايه الاخرى تقول لنا مرحبا، الى تتعلق ببعض الخصوصيات نخليوها. الحمد لله. شوف سيدي ياسين، انا هذا الشيء يعني حكيته مرارا وتكرارا، وكلما سنحت لي الفرصه اجدد يعني براءتي من هذه الاغاني ومما يعني كنت افعل. يعني الخروج كيف قلتي خويا ياسين، كاين بعض الناس اللي خصهم غير كلمه، ربما كلمه يقدر انه يرجع لطريق الله سبحانه وتعالى بسبب كلمه، خصو غير دفيعه، خصو غير السبه. انا كانت خاصني غير السبه. انا واحد النهار يعني كنتناقش مع المنتج، تخاصمت انا وياه، يعني انه هو بالنسبه لي انا بناي ولا سباغ ولا نجار غادي نصايب ديك الحاجه، انا ما عنديش المورال باش غادي نغني. تنقول له ودي راه باقي دماغي ما عنديش باش غادي ندخل للاستوديو نغني. هو قال لي لا، خصك تدخل تسربيني باش نخرج بدا. المهم تناقشت انا وياه، قال لي شوف راه غادي نحبس عليك وما غاتبقاش تغني وصافي، وغادي المستقبل ديالك يضيع. قلت لي الله يا ودي، قلت لي هذيك هي الساعه اللي بغيت انا، قلت لي نمشي نتقى الله ونمشي نرجع الله. اش كنديروا حنايا دابا هذا الشيء زعما كنطفرينو؟ فيعني كانت خاصني غير السبه. من بعد كانت عندي اخر سهره في برشلونه في 2007، يعني ديسمبر 2007. فهذيك كانت بمثابه
ما غنقولش النقطه، ولكن النقطه اللي قبل من النقطه التي افاضت الكاس. فيعني شفت شي مسائل، يعني بقيت غادي وكان كنعيف ذاك المجال، وشفت شي مسائل اللي تخالف الفطره. واخا الانسان يعني يكذب على راسو يقول لا وراه هذا الشيء راه حكا ومن هنا وراه ما فيها والو ما كنصرف. المهم شي مسائل اللي خايبه بزاف، خاصه في برشلونه. ولما جيت للمطار باش غنطلع في الطياره تنقول يا ربي هذه اخر سهره غادي ندير، يا ربي تسمح لي، يا ربي يا ربي يا ربي. بقيت ندعي الله سبحانه وتعالى، وفعلا كانت هذيك اخر سهره. من بعد ديك السهره ابتلاني الله سبحانه وتعالى ببعض الابتلاءات اللي كان فيها الخير. والله سبحانه وتعالى يقول وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فهذيك الابتلاءات مني تصابت بها، وماشي يعني ما كانش مشكل واحد ولا جوج ولا ثلاثه، كان بزاف. وكما يقال ما اشتد حبل الا وانقطع. فانا فكرت مع راساتي، قلت يعني كنطلب الله سبحانه وتعالى يفرج عليا. يعني الابتلاءات كثرت عليا، على اليمين، على الشمال، من الامام، من الخلف، يعني من جميع النواحي. ولكن تنشوف انا تاملت في قول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حينها قررت انني نبعد من هذا المجال هذا اللي ما جر عليا الا المصائب ومجر عليا غير حياه الظن. فقررت انني نترك هذا المجال هذا والتجأت الله سبحانه وتعالى. من بعد كان لابد الانسان خصو يصبر. لابد الانسان ان اول حاجه كيبتليك الله سبحانه وتعالى في الرزق، ان ضيق علي في الرزق، حتى انني يعني اشتغلت نقولوا دريهمات قليله في يوم كامل، دريهمات قليله مع مشقه كثيره ما شاء الله. وفي نفس الوقت جاءتني عروض، الله بغيت نقول لك واش ما جاوكش اغواءات اللي ترد لك الى الماضي؟ هذا كيفاش تعاملت معها؟ كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه لما يعني هو تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارسل له ملك العراق ولا شي بلد، قال لي الحق بمواسيك، فقال هذا وهذا من البلاء. فانا لما كنت انا في ذيك اللحظه يعني محتاج الفلوس، يعني واحد محتاج لهم بزاف. جاتني عروض لتسجيل البوم موسيقي، جاتني عروض لتسجيل اناشيد بالموسيقى، جاتني سهرات في امستردام، يعني جاتني يعني واحد السهره كانوا فيها كبار المغنيين، مع بين قوسين كبار. انني قالوا لي طلبوا دير الكاشي اللي بغيتي، غير يجي يغني لينا مع الشاب فلان والشاب كذا وهذه اليوم. لا، انا صافي هذاك الدومين طلقته طلاق الثلاث. اسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتني، وقلت مع نفسي لن يضيعني الله سبحانه وتعالى. وفعلا يعني في ذيك اللحظه ياسين، في ذيك اللحظه يسر لي الله انني تركت التدخين. مع العلم الناس اللي كيدخنوا راه كيعرفوا بان هذه المساله صعيبه، وتركته في واحد الحقبه اللي كانوا عندي فيها المشاكل بزاف. ولكن هذه انا اعتبرها كرامه من الله سبحانه وتعالى، الحمد لله ونعمه من الله بها علي. فهذه هي كان السبب بانني خرجت من ذاك الدومين، ان الله سبحانه وتعالى كتب علي هذه الابتلاءات. ودائما الانسان يحسن الظن بالله، ولا كتب عليه الله سبحانه وتعالى ابتلاء يصبر ويحسن الظن بالله، ويعرف بانه راه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حب العبد ابتلاه. فهذا الشيء اللي كاين، والحمد لله رب العالمين. نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على دينه وطريقه. بقات واحد المساله بغيت نشير لها باش يعرفوها الناس. الله يجزيك بخير اخويا ياسين. شوف محمد، الانسان لما محمد هما فرحانين بالصامدي، كيقول لك صامدي سوار ما صامدي سوار، وانت دوز زيد دوك الصامديات السوار الاخرين. هذا الصامدي سوار ديالك نعكس، هذا الصامدي سوار ديال الحاضر باذن الله. شوف وهذا الصامدي ديالك بغيتي نبقاو حتى الفجر كرامه المشكل ما كاينش، خاص الكارجيس حتى معنا. الله يحفظك. لا، واحد المساله بغيت نشير لها، هو ان الانسان دابا ربما كيتخيل انه لما غيلتزم وغيتدين بانه راه ما يبقاوش عنده المشاكل. ابدا. الله سبحانه وتعالى يقول لقد خلقنا الانسان في كبد. والله سبحانه وتعالى خلقنا يعني ليبتلينا. يعني احنا في الحياه هذه كندوز واحد السلسله ديال الابتلاءات، واللي نجح في ديك الابتلاءات غادي سوف ينعم بالحياه الخالده في الجنه ان شاء الله، ويعني وسوف يعيش جنه الدنيا، جنه الطاعه وجنه القرب من الله سبحانه وتعالى وجنه الانس به والتلذذ بعبادته. ف يعني ماشي انسان زيدون ميم الناس اللي ما ملتزمينش واللي ما متدينينش واللي ما شادينش طريق الله حتى هما كيتبتلاو. يعني الدنيا راه ما كتقاد حتى شي واحد ما كتقاد ليه. انسان مني انا انسان غادي يشتي طريق الله سبحانه وتعالى، هذا لا يعني انه صافي راه قطع الواد مشفور جديد. لا، بالعكس دابا الشيطان غيبدا يصيفط لك هذوك القريضيه ديالو، غيصيفطهم لك لانك انت بعدتي عليه.
في الاول كان داير لك المينوط فتي معاه فين ما قال لك زيد زيد، دابا راك بعدتي عليه كيصيفط لك الكريديه. ولكن ان كيد الشيطان كان ضعيف ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الانسان لا بد ما يغلط، لا بد ما يغلط، حنا بشر كنغلطوا، ولكن ان الانسان من يغلط ما يستمرش في الذنب. الرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل. الانسان من يغلط يرجع الله سبحانه وتعالى، كما قريت في قول الله سبحانه وتعالى: والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. هذه عقيده ان لا يغفر الذنوب الا الله، يعني ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اي نعم غتلتزم غتشترك، ولكن النهار اللي تغلط ارجع الله سبحانه وتعالى وتوب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهكذا الى ان تلقى الله سبحانه وتعالى. الله يبارك. وخصوصا ودي واحد الملمح ذكرتيه الله يجزيك بخير سيدي محمد في هذه الايات، هو ان هاد الذين وصفهم الله عز وجل بانهم فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم راه ماشي كفار ولا منغمسين في المعصيه دوما، ولا هادو راه قال عليهم الله عز وجل من قبل، قال لك اعد دعاء على الجنه، سارعوا الى مغفره من ربكم وجنه. وسيدي محمد الرزقي قراها وسارعوا لانه قرب روايه حفص، وسارعوا سارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. هادو راه ماشي اصحاب الكريصاج في الزنقه ولا لا، هادو راه المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. شوف شحال الاوصاف ديال الخير فيهم، ولكن راه ماشي ملائكه معاه نيت هما نيت. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله. قلت هذا هو الفرق، هو انه الانسان لا يتمادى في غيه ولا يتمادى في باطله، وقد يتبادر الى الذهن مثلا، لانه انت ذكرت القضيه ديال الحديث ديال من دعا الى هدى ومن دعا الى ضلاله. اجي واحد يقول لك هو سي محمد الرزقي راه شحال غنى وشحال جر معاه ديال عباد الله ودابا غادي يتوب ولا تبرت بالراس، ولكن راه الاخرين غيبقاو تابعين. نقول لهم لا، لان التوبه، وهذا سبق معنا الكلام عنه في بزاف مرات، الذي يتوب من ذنب كان متعلقا به هو هذاك الذنب. مثلا انا كنت كندير واحد الذنب ديالي انا بوحدي، كنت كندير واحد الذنب معين، تنشرب شي حاجه ولا تنكمل شي حاجه ولا تنشوف شي حاجه، الا كان هذا الذنب في السر فتوبتي منه تكون في السر، الا كان الذنب في العلن فتوبتي منه تكون في العلن. يعني الناس كانوا تيشوفوني ما نخرجش انا الزنقه نقول لهم عباد الله راه قطعت الكارو، لا، ولكن راه بمجرد ما نبقاش ندخن انايا في الزنقه راه الناس يقولوا صافي تسمع راه حبست. نعم. كانوا تيشوفوني تنخرج تنمشي للبار، غير دابا يشوفوني الحمد لله تنخرج تنمشي للجامع. اما بالنسبه الا كان الذنب متعدي، يعني مثلا انا الذنب ديالي جريت معايا وحدين اخرين، كنغني ولا مثلا تنمثل ولا تنشر الالحاد ولا تنشر شي مصيبه، هذا التوبه منه ان اخرج الى العلن. كيف كنت كنخرج لهم في العلن تنغني لهم، اخرج في العلن واعلن توبتي واعلن براءتي من كل ذلك الذي قمت به، وكنقول للناس راني كنحملكم المسؤوليه، ما يجي شي واحد غدا يقول لي كذا وهذا. راه انشرحت صدورنا و يعني قفزت قلوبنا طربا يوم راينا سيدي محمد الرزقي جالس البيت ديال ربما البيت عند هنا نيت ديال اللي في الحي الحسني، هذاك اللي مسجل فيه. لا هذيك كانت في فرنسا في مدينه غوبي. هذيك في فرنسا، هذاك ما تنساش لي سي محمد الرزقي. تنشوف التسجيل ديالو وشاد المسند وحاط عليه يديه بحال هكذا وجالس يقول لهم انا محمد الرزقي اللي كانت معروف بالشاب الرزقي، راه سميتو وقد تبت الى الله عز وجل وابرأ الى الله من كاع هذيك الاغاني، واللي عنده شي البوم ولا شي كاسيطه ولا سيدي راه احمل المسؤوليه امام الله، هرسوا لوحوا ما تعطيه لحد ما تبيعوا ما شي حاجه. وكانت تسجيلا جميلا جدا ورائعا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.